عايز تجيب الفول مارك في الرايتنج وكمان تعرف الرايتنج بتاعك بيتصحح ازاي؟ تعالى وانا اقول لك. السلام عليكم، انا احمد مكاوي IGCSE انجلش انستراكتور. كتير من الستودنتس في الرايتنج كويستشن بيكون متحمس جدا في البدايه، فبيبدا ان هو يكتب على طول من غير ما يفكر او يعمل بلان للرايتنج بتاعه. وكمان في حاجه اغلب الستودنتس مش عارفينها او مش واخدين بالهم منها، وهي ان الاكزامينر مش بيصحح الرايتنج اكزام على مزاجه، لا هو عنده كرايتيريا معينه او تشيك ليست لكل بيس اوف رايتنج. طيب هو الاكزامينر بيدور على ايه في الاكزام؟ الاكزامينر بيدور على 3 حاجات اساسيه، وهم كونتنت يعني هل الستودنت جاوب السؤال فعلا، 2 اورجانيزيشن يعني هل الرايتنج منظم وفي ربط منطقي ما بين الباراجرافز وبعضها، 3 اللانجوج يعني هل السنتنس سليمه والجرامر فيها مظبوط والبانكتويشن مظبوط، هل السبيلنج صح. وخليني اقول لك ان الستودنت لما بيكتب من غير تفكير او تخطيط قبل الرايتنج بيقع في واحده من 3 مشاكل، اما انه بيعيد الكلام اللي قاله في اول الرايتنج تاني في نص الرايتنج، او انه بيخرج بره الموضوع اساسا، او انه بينسى يوضح الفكره الاساسيه في الرايتنج. طيب وايه الحل؟ الحل سهل جدا. قبل ما تبدا الرايتنج اسال نفسك 3 اسئله، انا هتكلم عن ايه؟ ودي كده المين ايديا. ازاي ارتب افكاري beginning middle end؟ هل الجمل بتاعتي واضحه يعني كلها فيها subject وفيرب ومترتبه بشكل واضح؟ ولما الستودنت يطبق ال3 خطوات دول مش بس كتابته هتتحسن، ده كمان هياخد ماركس اعلى لانه بدا يكتب بنفس التفكير بتاع الاكزامينر او زي ما الاكزامينر عايز. وعشان كده مهم جدا ان احنا نعلم اولادنا ازاي يخططوا كويس قبل الرايتنج عشان يقدروا يجاوبوا الرايتنج تاسك بطريقه سهله وبسيطه، وده اللي احنا بنحاول نقدمه هنا. كل فيديو فيه تبس سهله وبسيطه وفعاله بتابجريد اور ليفل ان لانجوج. ولو مهتمين تعرفوا اكتر عن الاي جي انجلش تابعوني هنا وشيروا الفيديو مع كل بيرنت نفسه يشوف نتيجه مختلفه في مستوى اولاده، وخلي البدايه صح عشان النتيجه تفرق.